وفي وسط الملعب حتى يعني إبطاء الهجمات إلى مكابي في المحاولة في الطرف اليمين، البحث العرضية الآن والتحضير ممتاز. العرضية من يقابل ومانو في التحضير والتسديدة والهدف الأول. الهدف الأول للهلال. الهلال يسجل، سيد البلد يسجل هدف أتى في الدقيقة 77 في قبل النهاية ب 13 دقيقة. الهلال يفتتح التسجيل في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في اللقاء الأول. وفي لقاء الذهاب صبر كثيرا فريق الهلال حتى افتتح التسجيل بعد هجمات وسيطرة واستحواذ في الشوط الأول، أضاع فرص عديدة. والشوط الثاني محمد عبد الرحمن رائعة التسجيل باليسارية. كرة كانت ممتازة، كانت بقيادة مكابي في هذه الجهة والتحضير كما نشاهد. يبدو أن الهدف من فابريسي أونغوما كما نشاهد. هذه التسديدة نعم فابريس أونغوما كذلك ربما ينجح الفريق السوداني في تسجيل هدف ثاني. هنا على الكرة هدف ثاني للهلال. الهلال السوداني يسجل في مرمى المنامة ويتقدم بالهدف الثاني. لحظات فرح عارمة في ملعب الهلال وفي مساءات الهلال. في هذا المساء تحديدا يظهر بقوة الهلال السوداني في هذا اللقاء وفي آخر الدقائق وسط احتفالية هذا الجمهور الرائع والجمهور الكبير الحاضر في ملعب الهلال. الاحتفالية للهلال بالهدف الثاني في مرمى المنام البحريني، وهدف يبدو أنه للمهاجم لليبو مكابي الكونغولي كما نشاهد. شق الطريق ومن ثم سدد الكرة بهذه الطريقة. والاحتفالية لمكابي الذي يتحصل على البطاقة الصفراء في الطرف اليمين في المحاولة صناعة والكرة والتقدم لمحمد عبد الرحمن. جول للهلال السوداني. الفريق السوداني يضرب بالثلاثة في ملعب الهلال في الجوارات الزرقاء. هنا محمد عبد الرحمن يسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة ويحتفل بطريقته بالهدف الثالث. ثلاثية رائعة للهلال. من ينافس الهلال في هذا اللقاء؟ صعب الفريق الهلالي يظهر بقوة في ملعب الهلال وسيد البلد يظهر الآن. يظهر الفريق الهلالي 3-0 ينتصر على المنامة البحريني في لقاء الذهاب. هنا انطلاقة رائعة، سباق السرعة. ومحمد عبد الرحمن هل كان متقدما؟ يبدو أنه متقدم، ولكن الهدف هل احتسب لمحمد عبد الرحمن؟